السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تحت وش الجمهور، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهارده يا حبايبي هنعمل التمر هندي. هنضيف 3 كوبايات سكر، عليهم حوالي برضو 3 كوبايات مية. نحط فيها يا حبايبي كده الباكيتة دي، ونحاول نقطعها حاجة بسيطة كده. نحطها على النار يا حبايبي. لو مفيش مشكلة من شرب الكركديه مغلي، حطي معاه شوية كركديه عشان يديك اللون الأحمر الجميل لما بنجيبه من بره. هما طبعا بيحطوا له صبغات وما بيحطوش الحاجات الطبيعية طبعا اللي انت هتعمليها ببيتك بكل نظافة. احنا عشان نديله اللون الأحمر الحلو نقوم جايين عاملين طايفين شوية كركديه وبيغلي. بس انا عشان ما ينفعش مع الضغط العالي، هقوم جايه اللهم صل على سيدنا محمد ما يتعمل خالص، اقوم حاطه شويه كركديه اللي كنا عاملينه خلطينه بالسكر كده. هحطه بقى على النار. شوفوا الجمال ما شاء الله، استوى بقى جميل والسكر اتكرمل فيه، اللهم بارك. نصفيه بقى، نصفيه بقى يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي، نفضل نصفيه كده بمصفى ضيقة بحيث كل البذر اللي فيه ينزل، كل البذر اللي فيه يجيب كل المواد اللي فيه، ونفضل نزود بقى فيه ميه عشان يسهل بس معانا كمية بسيطة عشان يبقى مركز، واحنا لما نعوز نخففه نخففه. مش هنضيف بقى الكركديه الا في الاخر خالص. وطبعا انت لو عايزه اللون يحمر معاكي حطيه واغليه معاه عادي. وبعد ما صفيناه يا حبايبي اهو، شوفوا ما شاء الله اللون بارك، ولا الريحه ولا الطعم بقى ان شاء الله لما اننا صايمين. عايزه تضيفي بقى حبيبتي عناب من اللي كنا عاملينه سوا، ضيفي معلقه ولا حاجه بحيث يديكي لون جميل ومحمر شويه. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.